أكتر حاجتين بحبهم في حياتي هما الأكل والقهوة، وعشان كده لما بسافر أي دولة في العالم بدور على المطاعم والكوفي شوبس. رحلتي لبروكسل كانت مليانة أكل. تعالوا أوريكم أكلنا إيه وشربنا إيه في الرحلة دي، يلا بينا. قبل ما نبدأ الرحلة لازم أعرفكم على الأبطال: رنا، سارة، وآلاء مستخبية في الجنب بس هتطلع كمان شوية. أقدر أقول إن دول سويسايدل سكواد. وصلنا. يعني لو عايز تنسف أي دايت مكتئب حبتين جهز شنطتك وسافر معاها. نرجع بقى لبروكسل. بروكسل دي مدينة عريقة وشافت قصف وضرب وحرب. كلام جميل حقيقي وسمعناه وشد انتباهنا عشان نشوفه، بس اللي اتأكدنا منه إنها للأكل. الرحلة بدأت بسواق أوبر اللي أخدنا في عربية مرسيدس وحسسنا فجأة إن إحنا رايحين القصر الرئاسي. وصلنا الفندق، رمينا كل حاجة وانطلقنا عشان ناكل. أول حاجة عملناها أكلنا بطاطس، وكأننا في حياتنا ما أكلنا بطاطس في مصر مثلا. زي الفل ومن على العربية إيه حكاية. بس بلجيكا أخدت الموضوع جد شوية وقررت تدخلها ضمن التراث الحضاري. عشان كده بدل ما نروح متحف كان أوقع إننا ناكل لنا طبق بطاطس. نحلي بقى. طبعا هما 2 ملهمش تالت: الشوكولاتة والوافلز. الشوكولاتة هنا واخدة بعد تاني. فيكتوريا باكم. فيكتوريا باكم شوكليت. ده فيكتوريا ايه؟ ايه يا مدام؟ ده حقيقي. الست فيكتوريا بيكهام عاملة خط إنتاج للشوكولاتة بتتعاون فيه مع صانع الشوكولاتة البلجيكي المشهور بيير ماركوليني. It smells so good. That's it. No sugar. دخلنا محل بيعمل مارشميلو طازة على قد فلوسنا كده، يعني ننقي بالواحدة. طبعا آلاء جالها شبه انهيار عصبي من خلاص يا ما الاختيار. قدرتش تقاوم الاقي المارشميلو. أما الاختيار الأوقع لبطننا اللي ما اتملتش لحد دلوقتي كان الوافلز. وافل بروكسل الأصلي 20 مربع، اضرب كده 4 في 5 وحط بقى اللي نفسك فيه عليه أو كله جنبه. وصراحة ختمنا خفيف خفيف في محل جودايفا برضو شوكولاتة، بس قلنا نخفف شوية. لا ده اللي هم طلبوه. أنا على قدي أخدت لي فراولاية. لا مش فاكرة خالص حاجة عن الجزء ده. نرجع تاني. أما الحاجة الوحيدة اللي عملناها عشان ضميرنا يرتاح إننا رحنا الميدان الكبير اللي فعلا دخل على قائمة التراث العالمي سنة 98. خدنا لنا كده كام صورة على الماشي، قلنا يبقى في الآخر الرحلة ما كانتش تافهة. وهتختم رحلتك من بروكسل أكيد هتفكر في هدايا، ولو هتاخد هدايا هتبقى أكل.